بكم تلاميذ الصف السادس في موضوع مهم من مواضيع قواعد الصف السادس الابتدائي. المثنى، ما معنى المثنى؟ المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين. المثنى يدل على ماذا؟ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد. إذا المثنى يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد، يعني تكون في نهاية الاسم ألف ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد. مثل معلم هنا اسم مفرد. معلمان هنا ألف ونون، أصبح ماذا؟ مثنى. معلمين في حالة النصب ياء ونون، أصبح ماذا؟ مثنى. هنا أصبح مثنى. معلمة، ماذا تصبح بالمثنى؟ معلمتان، أيضا ألف ونون. معلمتين أيضا بزيادة ألف ونون. إذا المثنى يكون بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وواو ياء ونون في حالة النصب. في حالة الرفع نأخذ جاء الطالبان. هنا جاء الطالبان يكون علامة رفعه في حالة الرفع يكون الألف مثل جاء الطالبان هنا ألف ونون. يكون إعرابه هنا جاء فعل، الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. لماذا الألف؟ لأنه مثنى. لماذا رفع بالألف؟ لأنه مثنى. إذا أول حالة اللي هي حالة الرفع يكون علامة رفعه الألف. ثانيا النصب ينصب بماذا؟ بالياء، تكون في آخره، مثل رأى المعلم الطالبين، هنا الياء. إذا يكون الطالبين مفعول به منصوب بالياء. لماذا؟ لأنه مثنى، نصب بالياء. في حالة الجر أيضا الياء، مثل سلم المعلمان على الطالبين. هنا الطالبين متصل بياء ونون، إذا تكون علامة جره الياء، ويكون اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. واضح إلى حد الآن؟ إذا المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على الاسم المفرد. مثل هنا معلمان ضفنا له ألف ونون أو ياء ونون في حالة الرفع وفي حالة النصب والجزم. معلمتان أيضا. بقيت عندنا ملاحظة، نون المثنى دائما مكسورة. نون المثنى دائما تكون حركتها مكسورة في النهاية، مثل هنا معلمان تكون كسرة، معلمتين أيضا كسرة. دائما تكون نون المثنى مكسورة. واضح إلى حد الآن؟ ننتقل لحل التمرينات. التمرين الأول: عين المثنى وإعرابه ثم اذكر مفرده. هنا المثنى الصديقان، مفرد صديق، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. مخلصان، مخلص خبر مرفوع علامة رفعه الألف، أيضا تكتب لأنه مثنى. الجنديان، جندي اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. شجاعان، شجاع خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. الطالبان، طالب اسم ظل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. محافظين، محافظ خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني: اختر كل كلمة من الشطر الثاني لتكون جملة مفيدة. فتكون الإجابة: هبطت الطيارتان. ثانيا العاملتان نشيطتان. ثالثا أمطرت السحابتان. رابعا الشجرتان مثمرتان. خمسة فاز اللاعبان. التمرين الثالث: أكمل الجمل التالية باسم مثنى مناسب. أولا الطالبة تؤدي واجبها بجد ونشاط. الطالبتان تؤديان واجبهما بجد ونشاط. ثانيا أكل الطفل تفاحة. أكل الطفلان تفاحتين. ثالثا أثنى المدير على الفائز لنجاحه. أثنى المدير على الفائزين لنجاحهما. التمرين الرابع: اثني المفردات التالية في حالة الرفع والنصب والجر. المفردات اللي هي المدرسة في حالة الرفع تصبح المدرستان،
وفي حالة النصب تصبح المدرستين، والجر المدرستين أيضا في الياء. المجتهدة في حالة الرفع تصبح المجتهدتان، المجتهدتين، المجتهدتين. الكراسة، الكراستان، الكراستين، الكراستين. المهندس، المهندسان، المهندسين، المهندسين. القلم، القلمان، القلمين، القلمين. انتهينا من موضوع حل التمرينات. إلى اللقاء.